من قرأ هذه السورة في العشاء الآخرة، يعني في صلاة العشاء، بصلاة العشاء بعد الحمد يقرأ هذه السورة، سورة المزمل. إذا ما يقدر يقرأها في صلاة العشاء أو نسي أن يقرأها في صلاة العشاء، يقول الإمام أو في آخر الليل، إما بصلاة العشاء أو لا بالليل يقرأها. ثواب شنو؟ كان له الليل والنهار شاهدين مع سورة المزمل. الليل يشهد له والنهار يشهد له، وسورة المزمل أيضا تشهد له بأنه كان ممن يحيي الليل بقراءة القرآن الكريم. بعد وأحياه الله حياة طيبة وأماته ميتة طيبة. حياته تكون طيبة موفقة، وميتته أيضا تكون ميتة سهلة وطيبة إن شاء الله. هذا في فضل قراءتها. إذن قراءة هذه السورة في صلاة العشاء بالركعة الأولى بالركعة الثانية ماكو مشكلة بعد الحمد، أو إذا ما يقدر بصلاة العشاء أي وقت من الليل يقرأها. ثوابها أنه الليل والنهار وسورة المزمل يشهدوا له، وحياة طيبة وميتة طيبة. رواية أخرى ينقلها الطبرسي في مجمع البيان عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قرأ سورة المزمل، هذه السورة إذا يقرأها هسه بالليل بالنهار شو وقت ما يريد يقرأها، رفع عنه العسر في الدنيا والآخرة. اللي أموره متعسرة، اللي واجه مشاكل وعسر وعدم تيسير بالأمور، النبي صلوات الله عليه وآله يقول: عليكم بهذه السورة، سورة المزمل. من قرأ سورة المزمل رفع عنه العسر في الدنيا والآخرة، أزال الله عنكم كل عسر. في رواية أخرى أيضا من كتاب خواص القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قرأ هذه السورة، يا سورة المزمل، كان له من الأجر ثواب شنو؟ كان له من الأجر كمن أعتق رقابا في سبيل الله بعدد الجن والشياطين. إيش قد أكو جن، إيش قد أكو شياطين، بعددهم الله عز وجل يكتب له ثواب عتق رقبه. ورفع الله عنه العسر في الدنيا والآخرة كما بينا. ومن أدمن قراءتها ورأى النبي صلى الله عليه وآله في المنام فليطلب منه ما يشتهي فؤاده. شريد يطلب من النبي، نبي الرحمة، فإن الله عز وجل إن شاء الله ببركة النبي يقضي له جميع حوائجه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنكم كل عسر وييسر أموركم ويقضي جميع حوائجكم في الدنيا والآخرة بفضل الصلاة على محمد وآل محمد.